بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا سيادة الرئيس، معالي الوزير الأول، أصحاب المعالي الوزراء، زملاء النواب. اسمحوا لي في البداية أن أقدم لكم معالي الوزير الأول ولفريقكم الحكومي أصدق عبارات الشكر والتقدير على العمل الدؤوب الذي تقومون به في سبيل تحقيق تطلعات شعبنا والاستجابة لاحتياجاته المتجددة، انطلاقا من رؤية صاحب الفخامة السيد محمد ولي الشيخ الغزواني والتجسيد لبرنامجه الشامل طموحي للوطن. إن الديناميكية والحيوية التي طبعت عمل الحكومة تشكل شاهدا حيا على عزمكم وصدق التزامكم بخدمة هذا البلد وتحقيق آمال وتطلعات مواطنيه، وذلك وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني. معالي الوزير الأول، أصحاب المعالي الوزراء، لقد تابعنا باهتمام بالغ مراحل تنفيذ المشاريع الاستعجالية المهمة التي تعهدتم باستلامها مع نهاية سنة 2024 تسليمها مع نهاية 2024، وقد تم بالفعل تسليم أغلب تلك المشاريع، ومن المنتظر تسليم الباقي منها خلال أسابيع قليلة. كما شاهدنا انطلاق مشاريع عملاقة تمس حياة المواطنين ويشكل بعضها حلما لسكان مدينة نواكشوط في تطلعهم للتنمية والعصرنة. وفي هذا الإطار نسجل بإعجاب بناء 3 جسور عصرية خففت من زحمة المرور وأضفت بعدا حضريا على البنية التحتية للعاصمة، إطلاق نظام حركة مدينة نواكشوط، الشروع في تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط الذي أشرف فخامة رئيس الجمهورية على إطلاقه قبل أيام، وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي لمدينة نواكشوط، وهو مشروع من أهم وأضخم مشاريع البنية التحتية التي كان يتطلع لها السكان. وبصفتي نائبا عن دائرة نواكشوط الغربية أثمن عاليا هذه الخطوة الجبارة، وأحمل إلى فخامة رئيس الجمهورية ولحكومتكم الموقرة كامل الشكر والامتنان من طرف سكان نواكشوط الغربية على هذا المشروع التنموي الكبير. معالي الوزير الأول، أصحاب المعالي الوزراء، إن الحصيلة المشرفة والآفاق المستقبلية لبرنامجكم الحكومي يتسمان بالجدية والمعيارية والطموح، وهما ثمرة لرؤية ثاقبة وتخطيط محكم من لدن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ الغزواني، سمح بتعبئة الموارد وترشيد النفقات وهيئ الظروف لإقامة مشاريع تنموية كبرى ستسهم بلا شك في تحقيق النهضة المنشودة وكسب رهان التنمية الشاملة والمستدامة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.